Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم نحن نريد أن نكش عن الأنس الرابع. الموضوع وهو أنت ما تأكله. في وسط أعباء الحياة ومشاكلها قد نهتم بأن نأكل ونشرب. نأكل إذا جئنا ونشرب إذا عطشنا، ولكننا نغفل عما نأكله ونشربه رغم أن في بعض الأحيان نعلم أضرار بعض الأطعمة على الصحة. ودائما ما يدخل أفواهنا كل أنواع الأطعمة بلا تصفية إلا الخشب والحجر، حيث لا نفرق بين الطعام الصحي والطعام المضر. وهناك العديد من الأبحاث العلمية أشارت إلى الآثار السلبية حول تناول الناس الأطعمة غير الصحية منها السمنة، حيث تقع ماليزيا في المركز السادس في آسيا والمحيط الهادي من جهة هذه المشكلة، وهو أمر يثير قلقا كبيرا. فاختيارنا الطعام الصحي والمناسب لحياتنا له أهمية لا جدال فيها، لكي نتمكن من العيش بصورة جيدة. الفكرة الرئيسة هو الأول أضرار بعض الأطعمة على الصحة. الثاني الآثار السلبية حول تناول الناس الأطعمة غير الصحية منها السمنة. لكي يكون جسمنا صحيا ويعمل بشكل جيد، لا بد علينا أن نتناول الأطعمة الصحية والمتوازنة. ففي التنزيل قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإن الطعام الذي نتناوله يشبه الوقود، فهو يعطي أجسامنا الطاقة لكي تعمل بصورة جيدة. وإن لم نتأكد من أن الوقود الذي نضيف إلى جسمنا من النوعية والكمية المناسبة، فإننا ببساطة لن نشعر بأن صحتنا على ما يرام. الفكرة الرئيسة وهو يعطي أجسامنا الطاقة لكي تعمل بصورة جيدة. بالإضافة إلى ذلك وللعلم فإن كل إنسان بشكل أمن لديه ما يصل إلى 100 تريليون خلية في جسمه، وكل خلية منها تتطلب إمدادا مستمرا بالطاقة ومؤذية يومية لكي تتمكن من العمل بكفاءة. والطعام الذي نأكله يؤثر على جميع تلك الخلايا، وبالتالي يؤثر على كل وجه من أوجه كياننا أي حالتنا، مزاجية ونضارة جسمي، ومستويات الطاقة ورغبة في الطعام، وقدرة على التفكير وعادات النوم، ومستويات الضغط ولياقة بدنية وصحة أمة وما أشبه ذلك. فباختصار إن تناول صحي للطعام وعد من النقاط الأساسية في حياتنا. الفكرة الرئيسية يؤثر على كل وجه من الأوجه كياننا أي حالاتنا، مزاجية ونضارة جسمي، ومستويات الطاقة ورغبة في الطعام وما أشبه ذلك. ومن بين العناصر الصحية الأساسية التي لا تستغني عنها أجسامها هي البروتينات التي نحصل عليها من اللحوم والأسماك والمكسرات، وهي تدعم نمو عضلات الإنسان
والكربوهيدرات التي نحصل عليها من الأرز والخبز والتي تزود الجسم بالطاقة، وكذلك الفيتامينات التي تتناولها من الفواكه والخضروات والتي تساعد الجسم على أداء وظائفه. ولا ننسى أن نتناول الأملاح المعدنية التي توجد في أطعمتنا مثل الكالسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز والصوديوم والكبريت والبوتاسيوم والفوسفور، وهي تساعد الإنسان كثيرا من المحافظة على صحة الجسم وصيانته. الفكرة الرئيسية هي البروتينات التي نحصل عليها من اللحوم والأسماك والمكسرات، وفيتامينات التي نتناولها من الفواكه والخضروات والتي تساعد الجسم على أداء وظائفه. ومع ذلك فإن اختيار الطعام لا يقتصر على الطعام الصحي فحسب، بل يؤتي اختيار الطعام حلال أيضا، فلكي نرتقي إلى أعلى الكمال التعبد إلى الله ينبغي أن تكون روح وقلب في الحالات نزيفة زكية، وتكون قلوبنا نزيفة زكية إذا تأكدنا من أن الأطعمة التي نتناولها ونأخذها حلال لا ريب فيها. أي إذ كان دجاجا فهو دجاج مسلوق بطريقة إسلامية، وإذا كانت خضروات فهي خضروات مشغولة وزنا تاما، وكذلك لا يأتي طعام من مصدر مشكوك فيه أو حرام كأطعمة السرقة وأطعمة التي تشترى براتب حرام كالرشوة والسرقة والربا وما أشبه ذلك. وقد نبهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بمنع هذا عام حرام، حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الزحف وقذف المحصنة المؤمنات غافلات. صحيح البخاري. فكرة الرئيسة هو دجاجا فهو دجاج مسلوق بطريقة إسلامية، ثم كانت خضروات فهي خضروات مسلولة غسلا تاما، والإضافة إلى ذلك كذلك لا يأتي الطعام من مصدر مشكوك به أو حرام كأطعمة السرقة والأطعمة التي تشترى براتب حرام كالرشوة والسرقة والربا وما أشبه ذلك. مما سبق ولا شك في ذلك يتضح لنا حرص الإسلام على صحة الأفراد المجتمع وترسيخ قيمة الطعام الطيب الصحي الحلال في بناء الجسد الصحي القوي الجيد وإنتاج شخصية إيجابية سليمة لها قيمة بإذن الله. فالمؤمن يجب أن يكون طيبا لا يقبل إلا الطيب، والحلال طيب نور يبعد الإنسان عن الظلم والمعاصي وعن طريق الشيطان، والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل. الفكرة الرئيسة وهو المؤمنون يجب أن يكون طيبا لا يقبل إلا الطيب، والحلال طيب نور يبعد الإنسان عن الظلم والمعاصي وعن طريق الشيطان. ثم وجد أن 20 كلمة الأساليب والتعابير تكون الجملة عليه. أولاً قد نهتم بحضور الاجتماع إذا سمح لنا الوقت. وثانياً وهم أن لقد نجحت في المادة وهم أن لم أفهم جيداً. ثم دائماً ما يجب علينا أن نكون يقظين دائماً ما. ثم أمر يسير خلقاً. إصابة القلب هو من أمر يسير خلقاً. ثم اختيارنا الطعام
فاختيارنا الطعام يؤثر على صحتنا. ثم لكي تعملوا بصورة تنظيم الوقت مهم لكي تعملوا بصورة فعالة. ثم ببساطة اشرح لي ببساطة. بعد ذلك ما يصل على العدد ما يصل إلى 50. ثم خليطنا مزاجية وأسر خليطنا مزاجها على طريقة تعملنا مع الخرائط. بعدها ما أشبه والد بأبيه. وثالثا لا تستغني عنها صلاة رحية بالمؤمنين، لا تستغني عنها النفس المؤمنات. ورابعا محافظة على الوقت تساعدنا على النجاح في الحياة. بعد ذلك لا يقتصر على النجاح في الحياة، لا يقتصر على التعليم فقط، بل يحتاج إلى الاجتهاد والإصرار. ثم فحسب بل هو ليس طالبا فحسب بل أيضا مدربا رياضيا. بعد ذلك مصدر مشكوك، الخبر جاء من مصدر مشكوك فيه لذلك لا يمكن الوثوق به تماما. ثم نزيفة زكية، الملابس نزيفة وزكية الرائحة بعد الوصل. بعد ذلك يتضح لنا أهمية طعام صحي في حياتنا. ثم ترسيخ قيمة، نسعى إلى ترسيخ قيمة الطعام الصحي بين الناس. ثم إنتاجي، المصنع مسؤول عن الإنتاج الأغذية المفيدة. وأخيرا على ما يرام، كل شيء على ما يرام بعد اتباع نظام غذائي جدا. ثم الوظيفة أخرى تكوين الجملة في قسم الإسراء اللغوي. أول، تمت تصفية المتسابقين بناء على نتائج الأداء. معنى تصفية في هذه الآية وهو اختيار. ثم قام المسجد بتصفيه المهل في المساء. المعنى بتصفيه في هذا الآية وهو تخليص. سورة الجبال في الأفق تبدو مذهلة. معنى سورة في هذه الآية هو شكل. نظرت إلى سورة الأم واشتاقت إليها. معنى في هذه السورة وهو رسم. ثم ما كان له وجه بين القوم. معنى وجه في هذه الآية جانب. ينقص وجه الماء ضوء الشمس. معنى وجه في هذه الآية هو شطح. شكرا جزيلا. السلام عليكم.